مساء الخير على كل مشاهدينا. برحب بيكم بعد شوية أجازة طويلة كده. يا رب تكونوا على خير ودايما تكونوا بتتابعوا شاشة نايل دراما. زي دلوقتي ما شفنا مع بعض الحكاية، وشفنا حكاية الجميلة نرمين زعزع اللي دايما بتكون متألقة على شاشة التلفزيون، دايما حريصة ان هي تقدم الأدوار الجميلة، الأدوار المتميزة، الأدوار المحترمة اللي بتحترم بيها فنها وموهبتها، وكمان بتحترم بيها جمهورها. اسمحوا لي ان انا ارحب بالجميله اللي منورانا النهارده، نرمين زعزع. ازيك يا نرمين؟ ازيك يا منى، عامله ايه؟ منوره شاشه نايل دراما وقناه نايل دراما كلها. ميرسي، منوره بيكو والله. انا بقالي كتير جدا ما تقابلتش معاكي. ده حقيقي. يعني طبعا انت بتنورينا على شاشه نايل دراما مع زمايلي طبعا، بس انا وانت بقالنا فتره كده ما تقابلناش. بقالنا شويه فعلا. من خلال التقرير اللي احنا شفناه حالا ومن خلال متابعتي لاعمالك، دايما حريصه ان انت تكوني موجوده بس مش موجوده. يعني ايه؟ اللي هو انا مش موجوده كتير ومش في كل المسلسلات، بس انا برضو موجوده بس باعمال متميزه. قصده الموضوع وقصداه من البدايه ولا سايباها على الله بقى، والموضوع الحلو اللي يجيلك هو اللي بتشتغلي فيه؟ لا، هو طبعا كل حاجه في الاول وفي الاخر بايد ربنا. طبعا طبعا. يعني انا بحاول ان اعمل الاعمال اللي تبقى يعني مش تسيب بصمه، تبقى مختلفه. يعني تسيب بصمه طبعا تسيب يهمني بصمه مش جدا عيب. طبعا. قصدي مش بس تسيب بصمه، يعني تسيب بصمه وتبقى مختلفه. ما يبقاش في ادوار متشابهه. بس ده صعب، يعني ان انت هو دور صعب. حلو ومش شبه اللي قبله ولا اللي بعده، حاجه صعبه قوي. هو صعب، بس لغايه دلوقتي يعني ممكن ده اللي بيخليني ما بقاش موجوده كتير زي ما بتقولي. يعني موجوده بس في حاجات معينه، او في ادوار تبقى يعني بتشدني لما بقراها، او في دور ابقى حاسه ان انا ممكن اعمل فيه حاجه. مش شرط يكون مساحه، يعني اعمل فيه حاجه كدور، اقدر اقدم فيه حاجه مختلفه، اقدر الناس تصدقني فيه، الناس تبقى حباني فيه. حتى لو انا طالعه مش محبوبه. مش قصدي ان لازم يبقى طول الوقت الفنان في دوره محبوب، بس قصدي ان الناس تبقى مصدقاني وتبقى مقتنعه باللي انا بعمله، وابقى انا حابه الدور عشان اقدر اعمله كويس. طيب نرمين، من الناس ما شاء الله عليكي، يعني شاطره. يعني ايه، بصي في تحسي كده ان الدراما المصريه مثلا قبل 2010 حاجه وبعد 2010 حاجه تانية. من المخرجين، المؤلفين، طريقه الكتابه، طريقه الاخراج، حتى يعني الحاجات المستخدمه في التصوير. يعني بقى كل الكاميرات هاي ديفينيشن، الصوره بقت مختلفه، الكتابة مختلفة. وتحسي مع الجديد بقى في عالم الدراما برضو بقى في نجوم جديدة هي اللي موجودة بقوة عن اللي قبل كده. بس نرمين قدرت تشتغل مع الاتنين، يعني زي ما قدرتي تشتغلي مع المخرجين الشباب اللي دلوقتي موجودين في الساحة، اشتغلتي مع الكبار مثلا، يعني امثال انعام محمد علي وكتير غيرها. يعني ازاي برضو الموضوع ده، يعني ان انت كده مسكتي العصاية من النص؟ هو يمكن انا حظي حلو ان في البدايه اشتغلت مع مخرجين عظام، يعني طبعا اهمهم او يمكن اللي اكتشفتني بشكل كبير استاذه انعام محمد علي. وده كان من حظي انه في بدايتي ابقى اما الواحد بيبتدي مع مخرج كبير او مخرج متمكن، هو اللي يعني زي ما يكون بيرسم لك الخطه. يعني استاذه انعام عندها الديتيلز، ما ينفعش اي فتفوته في الشخصيه تتفوت كده. في اللبس بقى، في الشكل، في طريقه الكلام، ما ينفعش تخلي الشخصيه تهرب منك ولا لحظه. فيمكن ده انا لما تبتدي بدايتك تتعلمي ده من البدايه خالص، فده بيبقى مكمل معاكي بقى. فده مكمل معايا ايا كان مين المخرج او المخرجه اللي انا بشتغل معاهم، لان خلاص بقى عندي انا خطه بعملها. حتى لو المخرج اشطر حد في الدنيا، وحتى لو هو بيديني كل التفاصيل اللي انا عايزاها، انا بساعد بمجهودي ان انا ابقى مركزه في الشخصيه، مركزه في الديتيلز بتاعتها، مركزه في طريقه كلامها، مركزه في ادائها، في كل التفاصيل. طبعا وجود المخرج، كل مخرج انا بستفيد منه، سواء مخرج من أكيد. الكبار او مخرج من الشباب. انا اي مخرج بشتغل معاه هو بيضيف لي. فانا باخد الحاجات احطها على بعض، يعني حته وفوقيها حته وفوقيها حته، عشان في الاخر ابقى عندي القدره ان انا اتعامل مع اي حد. يعني او اتعامل مع اي مخرج ايا كانت طريقته. وكل مخرج عنده حته الممثل اللي مركز هيعرف يستفيدها منه او ياخدها منه. فده هيساعده انه في كل مسلسل جاي مع مخرج مختلف، ده هيساعده انه عنده فيدباك كبير جدا يستعمله ويضيف عليه. ما هي دي بقى شطارة الممثل. في شطارة تانية برضو، الشطارة الاجتماعية. دلوقتي يعني في معظم المجالات
تلاقي موضوع الشله، يعني عارفه الشله بتشغل بعضها، الشله تفتكر بعضها. مش هناخد الموضوع بشكل يعني سيء، لا ناخده بشكل ايجابي، ان في ناس بترتاح في الشغل مع بعضها، ده او زي حقيقي. بيقولوا ايه البعيد عن العين بعيد عن القلب، يعني انا ايوه. مش شايفك فمش فاكرك. مم. فكره التواجد مع الصناع الجداد بقى، سواء شركات الانتاج او المخرجين او المؤلفين، دي مهمه للفنان. هي مهمه، وانا مش شاطره بقى في الحته دي. ليه؟ يعني انا شاطره في الحته التانيه، بس انا مش شاطره قوي في الحته دي. انا شاطره وموهوبه بس شاطره اجتماعيا. وموهوبه بس اجتماعيا. يعني ليا اصدقاء، يعني الحمد لله ما فيش عمل دخلت فيه الا لما بخرج كل اللي كانوا في العمل اصحابك. اصحابي. بس ما عنديش فكره الشله. وهو يعني زي ما انت بتقولي يا منى، هو ممكن يبقى سببها ان فعلا الناس بترتاح لبعض، الناس اه. ترتاح مع بعض في الشغل زي ما انت بترتاحي وانت قاعده مع اصحابك. مم. فالمسلسل بياخد وقت كبير، يعني وارد انه يكون هو ده السبب، بس انا ما عنديش الحته دي. مم. يعني ما عنديش فكره ان انا اجتماعيا منتشره انتشر. وموجوده، لا انا مش مش يعني بنتشر. مش بنتشر. انا موجوده واعمالي موجوده مم. و... والحمد لله. يعني يعني دلوقتي الموضوع بقى اسهل، ان اللي عايز يوصل لحد او يشوف شغله بقى سهل جدا على النت، ان انت على الانترنت تعملي سيرش هتجيبي نرمين عملت ايه وعملت ايه، وفي مشاهد وفي المسلسلات كامله على اليوتيوب. مم. فالموضوع بقى سهل. بس يمكن زي ما بتقولي البعيد عن العين بعيد عن القلب، او مش لا يعني يعني مش على ممكن. بالي، مش بالظبط. فاكر. اه. يعني ممكن ما يفتكرنيش في اللحظه دي، ممكن بعد كده يقول ايه ده، ما انا ما افتكرش نرمين. كان اه. ممكن نرمين تنفع، مم. نرمين او غيرها. مم. بس يعني هو ده اللي حاصل دلوقتي، مع ان بالرغم من ان التكنولوجي سهلت جدا انك ممكن توصلي لاي حد وتشوفي شغله وتشوفي اعماله وتشوفي كل ده. بس بالرغم من كده بقينا برضو مشغولين قوي، فما بقاش حد عنده فكره ان هو يبحث او يدور. مم. يعني كان الاول، يعني ساعه ما اشتغلت اسماء امين مع استاذه انعام، هي شافتني الاول وقعدت معاها كذا مره، وكنت بعمل عرض في المسرح القومي. انا فوجئت ان هي قاعده بتتفرج على العرض، مم. يعني من غير ما تقول لي ومن غير اي حاجه. انا كنت قبلها معاها في البروفا، بس هي لانها عايزه تبقى واثقه كويس قوي من من اختيارها، اختيارها. ان نرمين هي تصلح فعلا لده. نرمين فيزيكال تصلح لده، لكن كممثله اشوف بقى هشوفها واتاكد. بقى لايف على المسرح. ايوه بس مش كل المخرجين كده، يعني مش كل المخرجين بيهتموا او بالتفاصيل، مش كل المخرجين بيهتموا ان انا مش مهم الممثل ده انا اعرفه ولا لا، المهم ان هو ممثل كويس ولايق على الشخصيه. دلوقتي ده المفروض بصراحه انه يكون دور شركات معينه، هي اللي بتعمل الكاستنج او هي اللي بترشح الممثلين. بشوف بقى ممثلين ونجوم يعني سوبر ستار وديفا وكلام كبير جدا كده، بيعتمدوا على السوشيال ميديا اكتر. يعني عارفه هي متواجده او هو متواجد، لو ما عملش عمل تلاقيه عمل مثلا، او عملت سيشن تصوير بالمايو مثلا. فاللي هو يعني انا طبعا ما بقولش ان ده صح، يعني اكيد لا، يعني كل واحد حر. بس الفكره ان هي بتعمل حاجه تلفت الانظار، انا موجوده. في ناس بتعمل كده بس بطريقه اهدى شويه. مع ده ولا ضده؟ ان برضو السوشيال ميديا تكون عوضت عن الشركات الكاستنج، او اللي هو مثلا الايجنسي اللي هي المفروض توظف كل ممثل في مكان. بصي، هو السوشيال ميديا او ان حد يعمل لنفسه بروباجندا معينه، هو دي ممكن تساعد بنسبه. اه. بس في الاول وفي الاخر مفيش مخرج هيبقى داخل عمل فهيقعد على على الفيسبوك او على انستجرام بس عشان يختار الممثلين لا من هنا. بتلفت النظر بقى، او يعني عارفه لفت النظر كده. يعني وارد، بصي وارد. بس انا يمكن مش برضو، يعني مش شاطره، مش منتشره برضو على حتى السوشيال السوشيال ميديا. ميديا يعني بنزل صور اللي هو في حدود العادي. اه، العادي ما انا العادي. شفت. يعني العادي بتاعي اللي اه. هو مش لازم كل. انا برضو ما بحبش فكره ان انا تبقى حياتي، انا النهارده رحت اتغديت هنا وفطرت هنا ليه وركبت وتصوري لنا العربيه النسكافيه وتصوري واصور لنا؟ النسكافيه واصور طبق الاكل واصور البتاع مالكيش انت وصورني من بالجو ده قفايا لا ما يعني لا. خالص. انا يعني برضو البني ادم لازم يبقى عنده شويه خصوصيه. اه. يعني انا ممكن ابقى في مكان، ممكن انزل الصور مش في لحظتها، بعدها. ممكن تلاقيني نزلت الصور بعدها. مم. اوكي، يعني متواجده وصوري احب انزلها، ده طبيعي. بس مش اب تو ديت ان انا دلوقتي انا بعمل كذا، انا وتشيك ان فين وتشيك خالص. يعني حتى انا صوري لما بنزلها ما فيش عليها اي تشيك ان، ما تعرفيش انا كنت فين. يعني مش ما باين اعرفش، يعني المكان. مش باين. آه. لا ممكن يبقى باين، يعني انا في فرح، انا في كذا، بس ما عنديش فكره ان انا ابقى تبقى حياتي كده مشاع لكل يعني مش قوي كده. يعني الفنانين الجمهور بيحب قوي يعرف اخبار الفنانين ويعرف اوكي بيعرفوا اخباري، بس مش برضو مش بالاوفر ده. لان خلي بالك في ناس بتنتقد ده جدا، اللي هو
كده زياده بقى، اللي هو يعني مش انا مش لازم اشوف بس هي المشكله الكابتشينو انها الصبح بتنتقد وبتقعد تتفرج، ما دي المشكله بقى. اه، ما هو احنا عندنا احنا شعب في حاجات متناقض، كتير قوي. يعني متناقض بيحب اه يشتم في الحاجه ويتفرج عليها، يبقى منتقد ده وفي نفس الوقت متابعها جدا ولايك وشير طب انت لسه بتقول مش عارف بس ايه. بس اتفرج احنا بقى. شعب عندنا كل التناقضات هو الفضول برضو، يعني عارفه الفضول يخليكي تدخلي تتفرجي حتى لو حاجه مش عاجباكي. طب تشوفي، يعني مش بتضايقي نفسك، بس طب اشوف ايه الجديد اللي هم عاملينه يعني. لا بس هو احنا برضو بقى عندنا حاجه، يعني انا شايفه ان السوشيال ميديا طلعت حاجات وحشه قوي فينا، امم. لان يعني انا شايفه ان بقى في تدخل قوي في حياه الناس بدون اي منطق. اه. مش معنى ان انت قاعد في البيت وقدامك الفيسبوك او قدامك الانستجرام او انت او انتي ان انت من حقك تبقى انت الجلاد والقاضي وكل الحاجات. امم. الناس بقت عندها كمان في الكومنتس بتاعتها بقت عندها يعني فجاجه قوي، اللي هو وممكن ناس تبتدي يشتموا في بعض ويشتموا في صاحب الموضوع، انت ويشتموا في صاحبه بتدخلي تقري الصوره. التعليقات؟ اصل انا ساعات بدخل اقرا انا بقرا التعليقات. التعليقات فضول برضو ساعات، عايزه لا اقول. ساعات بتبقى عارفه يعني فيها مواضيع شيقه اكتر من الموضوع اللي لا فوق. وفي خناقه، هو في خناقه. خناقه بين الناس يعني. وفي الاخر اه. الموضوع ولا يهمك ولا يهمها على فكره. اه. في الاخر ممكن تبقى حاجه شخصيه جدا بتاعت ناس، هما في الاخر بني ادمين، هما حرين. يعني مش لازم وعايز تنتقد او عايز تقول كومنت، ايه المانع ان احنا نقوله بشكل راقي؟ اه. يعني ليه نبتدي نقول نشتم في شتيمه. بعض وصاحب وجهه النظر ده يشتم في ضده؟ ما عندناش فكره الاختلاف وجهات النظر خالص. طيب انت بداتي في مسلسل وهو شباب رايق جدا. طيب لو كنتي عملتي المسلسل ده بس في عصر السوشيال ميديا، وعملتوا له صفحه بقى بيج مخصوصه ليه، والناس تاخد منه لقطات وكومنتات، مش برضو كان الموضوع هيفرق؟ يعني ناخد الجانب الايجابي من اكيد السوشيال ميديا. اكيد هو طبعا السوشيال ميديا ليها جانب ايجابي، مم. واكيد دلوقتي اي عمل، يعني انا شايفه ان الاعمال دلوقتي بقت بتنور اكتر او ليها عدد متابعين اكتر بسبب السوشيال ميديا. مم. يعني عمل مثلا زي هبه رجل الغراب، يعني في بنات كتيره جدا عاملين كذا بيج لهبه رجل الغراب، صحيح. وعايزه اقول لك هي اصبحت حياتهم. مم. يعني هبه رجل الغراب حياتهم، هم دلوقتي بيكتبوا هم ما زالوا لغايه دلوقتي بجد؟ والله عايزين لغايه اجزاء تاني؟ دلوقتي. لا امال ايه؟ هم بيكتبوا مسلسلات بقى اه. لنفس الاشخاص. التخيل. التخيل اللي اه. عندها موهبه الكتابه بتبتدي تكتب الحلقه الاولى بجد؟ والحلقه الثانيه هم طب عايشين حياتهم مع الجروب ده. طب تخيلوا ان انت ممكن ترجعي لجوزك تاني اللي هو طليقك. لا هم بيكتبوا لنا مواضيع. هو بصي قبل الجزء الاخراني بتاع اه. هبه اه. كانوا بيحاولوا يتخيلوا الاحداث، الاحداث الجديده. بس بعد ما خلاص الاحداث خلصت واتقفلت بان اه. هبه اتجوزت ادهم والكلام ده، هم دلوقتي واخدين الاشخاص، مم. واخديننا احنا كفنانين مشاركين في هبه رجل الغراب، هم بيكتبوا لنا بقى مسلسلات جديده. جديده يعني بقى، انتوا كان جديده اسمكم خالص. عصابه ايه؟ آه، عصابه ايه كنتوا لا مسمينها؟ احنا شله الضايعين. ايوه شله الضايعين. احنا شله الضايعين، ايوه. شله الضايعين. فعايزه اقول لك ان طبعا السوشيال ميديا بقت مؤثره جدا مم. طبعا، وهي ممكن تبقى من ضمن اسباب نجاح عمل ونجاحه وفرقعته جدا، انه يتشاف بشكل كبير جدا، لان في ناس كتيره جدا دلوقتي ممكن يخلصوا شغلهم في ميعاد معين يروحوا البيت، هو ده اصبح الترفيه اللي في حياتهم. صحيح. مش بس يعني ممكن يبقى مش في القاهره قوي، في القاهره بياخدوها من سكه تانية. مم. في المحافظات بقى عايزه اقول لك ان اغلب البنات دول من محافظات غير القاهره، مم. هم احنا بالنسبه لهم حياتهم. يعني هم كان عمالين يتحايلوا طب احنا هنعمل الجزء الثاني، طب ارجوك اعملوا الجزء الثاني، طب ويبعتوا مسجات. يعني فعلا انا يعني تعلقت قوي بالمسلسل منهم. اه. يعني انا يمكن عشان كده الجزء الاخراني انا ما اعتذرتش، انا وتقريبا كل شله الضايعين تقريبا، وفي ناس مننا كملت. مم. لان حسيت ان انا الناس دي ليها عندي حق. هو ما علشان ينفعش. الابطال الاساسيين تقصدي اتغيروا يعني؟ الابطال الاساسيين اتغيروا، وفي ناس تبعت في ناس ما تبعتش، بس انا شايفه ان يعني انا كملت، لان انا اولا الدور حبيته جدا مم. جدا، بقى جزء مني، بقى حته مني، ان انا رجاء دي مش هينفع ان انا اشوف واحده تانية عامله رجاء، لا هنهار نفسيا يعني. دي بتاعتي. دي رجاء دي بتاعتي يا جماعه، وانا اللي عملتها يعني. لا ما كانش ينفع شله الضايعين تتغير يعني. بالظبط. اه. هو يمكن ندى بس اللي ما ندى بس كملتش اللي معانا، اتغيرت. لان ندى ساعتها كانت بتصور في جراند اوتيل، فكانت مش مشغول. موجوده اصلا في القاهره. مم. هي نفس شركه الانتاج، وهي كانت عايزه تكمل معانا، بس يعني هي في اسوان، مم. فما كانش ينفع تصور في اسوان وتصور معانا رايح جاي، كان هيبقى صعب قوي.
فطبعا فانا شايفه ان السوشيال ميديا طبعا شفتي ليها دور بتفرق يعني. طبعا. ولو اي عمل باللي انا عملته قبل كده كان موجود في الوقت ده، اكيد كان الصدى هيبقى مختلف تماما. طب أكيد. ايه اكتر عمل عملتيه في البدايات وشايفه انه لو اتذاع دلوقتي او اتعاد تصويره بشكل مختلف دلوقتي كان ممكن يكسر الدنيا؟ أم، يعني بصي، هو يمكن لان الاعمال دلوقتي بتتعاد، بس هي مش بتاخد نفس البروباجندا طبعا، أكيد. بان ان هي هو كده. اول عرض وجديد. بتاعت اول عرض. اه. يعني في ناس ممكن تتابع تقول لا ده انا شفته قبل كده من زمان، فمش مش بتتابعه دلوقتي. بس انا شايفه ان يعني الحمد لله انا كل الاعمال اللي عملتها انا بحبها قوي. يعني بحبها، بحس انها حته مني كده، انا بتعلق بالشخصيات جدا. يعني يمكن انا مره واحده في المسرح كنت عامله مسرحيه، وده يمكن اللي خلاني دلوقتي ركزت في الحكايه دي. ايه؟ كنت عامله مسرحيه واعتذرت عنها بعد ما عرضنا بشويه. وجت زميله تانية عملت الدور مكاني. اوكي. ضايقتي؟ لا انا رحت اتفرجت، انا فعلا بقيت قاعده بعيط. بجد؟ بجد. يعني كانت ساعتها حصلت مشكله بيني وبين المخرج، اه. وخلاص ما انا عندي الحاجات نفسيه قوي، اللي هو لازم ابقى مرتاحه عشان نفسيا، تعرفي ولازم تشتغلي. يبقى الجو اللي حواليا لطيف وما يبقاش فيه مشاكل. يعني انا الحمد لله ما بعملش مشاكل مع حد. اه ف بتهيألي يعني مسالمه جدا يعني. الحمد لله. فانا ما بعرفش، يعني لو حتى اللوكيشن فيه تنشن شويه تلاقيني متوتره، يعني ممكن ما اعملش المشهد زي ما انا عايزه، لو في توتر، لو في زعيق، اه لو في كده. فعشان كده اعتذرتي عن المسرحيه. فالمسرحيه كان ساعتها بيني وبين المخرج حصلت مشكله. كنت انا وزميله ليا تانية، واحنا الاثنين رحنا اتفرجنا على العرض بقى بالزميلتين التانيين. الجداد. انا اتضايقت جدا، وكنت حاسه ان انا لا، ده حته مني بتتعمل من غيري. طب ما خفتيش الناس تفهمك غلط؟ لا خالص، لا ليه؟ لا وانت فهمني غلط. بتعيطي يعني، اللي هو لو حد شافك وانت قاعده في المسرح انك زعلانه. بصي انا ما ممكن بعرفش اشيل الدموع يعني. بص اصل ممكن حد يتصور ان انت فاهمه غيرانه منها، مش ان انت زعلانه ان انت كنتي بتعمليه وده دوري. طبعا ربنا يوفقها اكيد يعني، بس الكلام ده من فتره كبيره على فكره، مش بس قريب خالص. فكره عارفه ان هو يعني مسلسلي او مسرحيتي او لا هو انا حسيت ان انا اللي كنت بعمل ده، فانا اتضايقت جدا. عشان كده انا مش عمري، انا قررت من ساعتها ان انا عمري ما اكرر الحكايه دي. مهما كان اللي حاصل انا لازم ابقى عندي حته بروفيشنال شويه، ان انا اتعامل مع كل الظروف. ان انا عمل. ما في عمل وانا فيه فلازم ما أكمل. سيبوش عشان اي ظرف، ولا عشان مشكله حصلت، ولا عشان كده. لا لازم ابقى قويه شويه. يعني حاولت اعمل ده بعد كده. طب كويس. خلينا نروح دلوقتي مع مشاهدينا نشوف البدايات يعني، ونشوف كده مشهد من شباب رايق جدا. اوكي. ونفتكر بقى ونرجع معاكم مره تانية. اوكي. الفنانة نرمين زعزع صاحبة موهبة فنية كبيرة، خصوصا في تقديم الشخصيات الكوميدية. بدايتها جاءت من خلال المسرح وعلى خشبات مسارح الهواة ومسارح الجامعة. تألقت نرمين زعزع في عدة شخصيات أهلتها لاحتراف التمثيل، حيث كونت مع نجوم جيلها خالد الصاوي وخالد صالح وغيرهم فرقة مسرحية قدمت عددا من العروض الشهيرة كاللعب في الدماغ والميلاد. لكن بداية نجوميتها ومعرفة الجمهور بحجم موهبتها جاءت عام 1998 حين جسدت شخصية الدكتورة ميسة في المسلسل الكوميدي الاجتماعي شباب رايق جدا. جسدت نرمين زعزع ببراعة شخصية الدكتورة ميسة التي تقوم بمعالجة صديقين من حي شعبي تخرجا من الجامعة ويعانيان من مشكلات البطالة وقلة الرزق، فيتجهان لفكرة الهرب من المجتمع قبل أن تدفعهما ظروف الإحباط للجنون. شخصية بارعة جسدتها نرمين زعزع باقتدار، فتحت لها أبواب الشهرة والنجومية بعد نجاح شباب رايق جدا. ولا حد جنبه بيقول له غير بس كلمة تستاهل. من البدايات لحد اخر عمل
الملاحظ لو شاف الاعمال اللي انت بتقدميها، اعمال زي ما انا قلت في البدايه كده التقديم انها اعمال جميله ومحترمه. ولو جينا بقى اتكلمنا عن الشكل، انا شايفه ان انت ما بتغيريش كتير، دايما بسيطه يعني. طبعا هنسيب المسلسل ده بالذات عشان كان فيه اخضر كده فوق هنسيب العين، الدبدوب. بس ده كان نقطه. لا هنسيب الدبدوب شويه اللي كان في المسلسل يعني. والله يا قمر. مش عايزه تقولي الدبدوب لا يعني، والله قمر، لا لا والله قمر قمر. بصي احنا دايما البني ادم ما يحكمش على حد انا قد كده ولا قد كده. لا خالص على أكيد لا. فكره، لا خالص، ما عنديش مشكله خالص. وبعدين هو وشك في كان زي الاخر القمر. بصي بحب وشي وهو تختوخ، بس الكاميرا اوريدي بتتخن، بتتخن، فما صحيح. كانش ينفع ان انا افضل يعني. انا قررت لان بعد ما بدات كان كذا حد من المخرجين يقول لي لا نرمين لازم تخسي شويه، يعني هتظلمي نفسك لو فضلتي تختوخه. بس انا شايفه ان انا يعني انا ما كنتش متضايقه خالص ساعتها خالص، علشان تبقي عارفه. كنت سعيده وكنت مبسوطه وكنت ما عنديش اي مشكله. بس لما انت تقرري تشتغلي شغلانه معينه، لو الشغلانه دي عايزه فلازم تبقي ماشيه مع مواصفاتها بالظبط. عايزاكي تبقي في شكل معين، هو ده مش عيب، هو برضو التخن في حد ذاته لو قدرت اتخلص منه ده شيء صحيا كويس. بس كشكلا لو انا تخينه ما عنديش مشكله خالص. ايوه بس يعني مش يعني مش تخينه، يعني انت مش اوبيز مثلا، مش اوفر ويت، بس حتى منى لو كنت اوفر ويت يا منى كتير. حتى لو مش هو مشكله في خالص الشارع. لا ما عنديش مشكله خالص، لان الفنان انا عايزه اقول حاجه، الفنان مش الممثله مش موديل في الاخر. ايوه يعني بالظبط. انا مش عارضه انت ازياء، انا طالعه كده شخصيه كاركتر يعني. بالزبط. لا انت بتقدمي شخصيه دي ممكن تبقى تخينه، رفيعه، طويله، بيضه، سمراء يعني. لا انا ما عنديش مشكله خالص. هو مش لازم كل الممثلات يبقوا موديل او انا طالعه كات ووك. بس هو دايما لما حد بيبقى مليان شويه دايما يحطوه في الكوميدي، يعني عارفه يعني. هو يمكن لان يقول لك كل ما تبقى كاركتر تشتغل اكتر وحاجات كده. المليان بيبقى دمه خفيف اكتر، ما اعرفش، هي سبحان الله ربنا بيبقى مدي خفيه دم يعني. يعني هو كده حاجه من عند ربنا. طب بساطه اللوك بقى، يعني انت دايما مكياج بسيط جدا جدا، دايما حريصه ان انت تحطيه في كل اعمالك، حتى في الانترفيو. يعني هي قدامي دلوقتي يا جماعه الموضوع حاجات بسيطه جدا يعني. فانت بتحبي كده؟ هقول لك حاجه، بصي انا يمكن ملامحي يعني زي ما مدام انعام دايما بتقولي ان شكلك اجنبي شويه. خواجاتي خواجاتي شويه عشان لون عينيكي فاتح وشعرك فاتح. يمكن انا يعني انا جربت اعمل ميك اب اكتر من كده. بس انا شكلي لما بحط ميك اب اكتر ما بيبقاش حلو خالص فعلا. يعني بتحول يعني، اما الميك اب بيزيد شويه بحس ان انا فجاه عملت ماسك. فانا حتى في حياتي العاديه، حتى لو عندي مناسبه، حتى في فرحي، حتى في اي مناسبه ليا تلاقيني ببقى حريصه ان انا ابقى ميك اب خفيف يعني. ميك اب في الهادي، لان او لو زاد شويه انت هتقولي لا يا نرمين لا كده اوفر، لا مش هيبقى حلو عليا. يعني انا جربت القصه ايوه يعني دي. ما جالكيش مثلا ايه فكره اغراء ان انا بقى اعمل كونتور واتقل هنا واعمل مش عارفه رسمه عين عامله ازاي؟ يعني كل اللي احنا بنشوفه ده انت بتلاقي بنات عندهم 15 سنه وتلاقيها بروفيشنال. ده حقيقي. بس ما اعرفش انا ما بحسش ان انا شكلي حلو، او بحس ان انا وشي طبيعي اكتر في ده يعني. او ما عملتش دور، لان برضو خلي بالك انت لازم تعملي الشخصيه الدور يعني. ما ينفعش مثلا ابقى في هبه رجل الغراب مثلا، المفروض ان هي واحده شغاله موظفه وفي شركه وبتروح وعندها ولاد صغيرين مش عارفه تصرف عليهم، مش عارفه مشاكل مع طليقها، وعندها مشاكل مع طليقها هي متغاظه طول الوقت بالظبط طول الوقت متجننه. مش لوجيك انها تبقى تصحى الصبح تعمل فول ميك اب وترسم عينيها وتعمل يعني ما عندهاش وقت. الناس مش هتصدقني على فكره يعني. يمكن الشخصيات اللي انا بعملها هي عايزه ده. يمكن لو جات لي شخصيه فيها هي مثلا فنانه في المسلسل، هي بتعمل ادوار مش عارف ايه، هي شخصيه معينه هي المفروض الشخصيه تبقى عامله كده، ممكن ساعتها افكر اعمل ده. واعمل ده برضو بالشكل اللي ما يلخبطش يعني الطبع اللي انا عايزه اديه، ان انا تبقى ملامحي الحقيقيه باينه، ما بقاش عامله ماسك. لان في دلوقتي ميك اب والكونتورنج والحاجات دي واحده تانية انت الصور بتشوفيها ما بتصدقيش نفسك. فانا لا، انا مش عايزه ابقى عامله ماسك، انا مش عايزه ابقى كده، عايزه ابقى قريبه من الناس. يعني الناس لما بتشوفني انا كده كمان عامله ميك اب يعني. انا في حياتي العاديه لما حد بيشوفني في الشارع انا نازله في حياتي العاديه، انا تقريبا برضو ما ببقاش حاطه كل اللي انا حاطاه يعني. بس فين كل اللي انت حاطاه؟ انت مش حاطه حاجه. انا مش شايفه حاجه. ده انا حاسه كده انا حاطه كتير على فكره. انا مش شايفه حاجه. بس فانا ده بيريحني، والشخصيات اللي بعملها بتبقى عايزه ده يعني. يمكن اخر مسلسل عملته السنه اللي قبل اللي فاتت في رمضان، اللي مش اللي فات اللي قبله، كان مع حماده هلال بتاع طاقه القدر. انا كنت بطلع غاسله وشي
غسله وشي مش هزار بقى، عشان غسله وشي فعلا، عشان الشخصيه لان عايزه ده الشخصيه احنا كنا غلبانين قوي. جدا وقاعدين في وعمالين نتنقل من حته لحته. هي كانت اخته مطلقه صح، اللي قاعده معاه اللي هي بالظبط الكبيره، والتانيه بالظبط الصغيره بتاعت اخته، الجامعه. بالظبط اخته اللي عندها بنت وعايشه معاه، وقاعده على مكنه خياطه علشان غلابه يعني. تحاول تساعده، وقاعده طول الوقت زي اي ست يعني من مكان زي اللي احنا كنا عايشين فيه. ايوه، لان انتوا كنتوا من الارياف وسبيته بالظبط، وراح بقى مش لاقي له بيت ولا شغلانه، الموضوع ده صعب حقيقي. يعني. ونسكن فوق السطح سطح شويه، ونسكن مش عارف فين شويه وحاجات كده. فمش لوجيك لو انا حطيت ميك اب، الناس اول ما هتشوفني هتقول دي نصابه. مفيش حد هيصدق ان واحده في الظروف دي تبقى اصلا حاطه ميك اب. ما ينفعش. فالطبيعي اللي كان لازم اعمله ان انا فعلا كنت بروح اغسل وشي والبس اللبس واطلع. لو ما عملتش كده، ولا انا هبقى مصدقه نفسي، حلوه ولا حلوه الجمهور هيبقى. المسلسلات دي حلوة مريحه. قوي. مريحه عايزه اقول لك جدا. بحبها جدا، ما عنديش مشكله خالص فيها يعني. يعني لطيفه بالنسبه لي ان انا اغسل وشي وادخل الله يلا بينا انا يلا جاهزه، بقى يا جماعة. ولا حد يستعجلك يلا وبتاع، والماكيور يقول لك طب قدامي 10 دقائق، أنا لا انت جاهزة. ما عندكيش اي مشكله خالص. فده لطيف بالنسبه لي. لا اصل انا احيانا بشوف برضو فنانات تبقى عامله ان هي من يعني ظروفها الاقتصاديه تعبانه جدا، بس تلاقيها يعني على الاقل اللي هو الفاونديشن، يعني كريم الاساس يكون محطوط، فانت تلاقي وشها نقي ومفيش هالات، وصحتها كده وخدودها مورده. يعني عارفه الدنيا عندها تبقى ايه، مظبوطه قوي. برضو كمشاهده بصراحه ما بقتنعش يعني. ما هو انا بقول لك دلوقتي المشاهدين بقوا اذكياء جدا وبقوا بيركزوا جدا. يعني عايزه اقول لك في تفاصيل ممكن تتوه مننا او تعدي علينا، هم فجاه تلاقي على السوشيال ميديا، تلاقي على الفيسبوك حد باعت يقول طب بس لو كان كذا، لا اصل ما ينفعش الشخصيه اللي بتعمل كذا تعمل كذا. دول بيركزوا في غلطات الراكور، يعني لو في غلطه في الراكورات تلاقيهم بياخدوا بالهم ويكتبوا لا ده هنا كنت حاطه روج كذا، فوشيا بقى ما فيش روج، حاجات كده. فالجمهور احنا لازم تحترمي عقليه المشاهد. صحيح. لان المشاهد هو اللي بيعمل الجماهيريه، هو اللي انت بتعمل اي عمل بيتعمل بتعمليه عشان مين؟ عشان المشاهد يتفرج. لو انت مش محترمه عقليته، لو انت يعني مش بتعملي له اللي يبقى فعلا مقتنع بيه ومصدقه، هو مش هيتفرج، هو هينتقدك. لان انا عاملاه عشانك، لو انت مش مقتنع بيا يبقى انا كده انا فشلت. انا فشلت تماما ان انا اقنعك او ان انت تصدقني، يبقى ده مش صح. لو جالي دور، يعني اوعدك ان انا لو جالي دور محتاج ان انا ابقى هعمل ميك اب وهرسم عينيا وهعمل كل الحاجات، بس ان شاء الله. ان شاء الله. نرمين، انت بداتي تقريبا في نهايه التسعينيات، يعني تقريبا 20 سنه. حبيتي المسرح اكتر ولا الدراما التلفزيونيه؟ بصي، اولا واخيرا المسرح هو حبي الكبير. طبعا بحب التلفزيون لان يعني هو اللي بيدخل كل بيت. يعني المسرح انت في الاول في الاخر لازم المشاهد او لازم هو الجمهور اللي يجي يجي يتفرج. وناس كتير جدا ممكن ما تسمعش عن العرض او ما تجيش، او ناس مش بيحبوا المسرح او كده، بس المسلسلات بتدخل كل بيت. فانت طبيعي انك تبقي بتحبي المسلسلات، او طبيعي ان انا ابقى بحب الشغل في التلفزيون. بس المسرح بالنسبه للممثل انا شايفه انه بيطلع طاقات كبيره جدا، وانه يعني بيديكي فرصه بقى انك ايه تظهري الموهبه قوي. تبيني الموهبه قوي، لان انت منك للجمهور. فانت رد الفعل، انت مش هتستني بقى سوشيال ميديا، مش هتستني نسبه اعلانات عشان تشوفي المسلسل ده نجح ولا لا، مش هتستني اي حاجه. انت هتستني اما العرض يخلص وانت بتحيي، يا الجمهور سقف يا الجمهور ما سقف، عملك بس كده اللي هو تأدية واجب، بس يعني زي بعضه، مش عايزين نحرج. فانا بحب قوي المسرح لانه بيديني فرصه، وبحب انقي ادواري في المسرح. يعني دايما ادواري في المسرح بتبقى صعبه، يعني بحب الدور اللي اتعب فيه قوي، او ان انا اشتغل فيه، او تذاكري له كتير، اذاكر له كتير واعمل بروفات كتير جدا علشان ابقى طالعه على المسرح واثقه من نفسي. فالمسرح هو حبي الاول والاخير طبعا، بس مع اني بقالي فتره ما عملتش مسرح. كان اخر عمل امتى؟ البؤساء كان على المسرح القومي، لميزيرابل، فده اللي اخدت بيه جائزه احسن ممثله في المهرجان القومي للمسرح. وكان برضو دور، يعني انا كنت عامله دورين في المسرحيه. كنت عامله الام لغايه ما بتموت في اول مسرحيه، وبعد كده هي بتخلف بنت، انا كنت البنت بعد كده اللي بتدخل في قصه حب مع ظابط وبتاع. يعني يمكن اكيد كل الناس عارفه طبعا عارفه القصه. فيمكن ده كان من احب الادوار ليا، ويمكن من ساعتها مش عارفه اعمل دور ما جاليش يمكن في المسرح دور حاجه بقوته بالقوه دي. لان المسرح مرهق، انت بتروحي بروفات كل يوم لكذا شهر،
بتنزلي كل يوم يعني عندك عرض، فانت بتجهزي نفسك من قبلها. انا بحب اروح المسرح قبلها بساعه ونص تقريبا عشان اقعد وابقى ريلاكس وابقى جاهزه، ومش اللي هو براحتك. رايحه على ميعاد الستاره، لا ما بالظبط، بعرفش بتبقي اعمل ده خالص. متوتره. اه مم. ف... فيمكن بقالي فتره، بس برضو انا بعشق المسرح يعني بحبه جدا. فكره ان يتعرض عليكي عروض مسرحيه او نصوص مسرحيه بالشكل ده، ان هو نص عالمي وعلى خشبه المسرح القومي، يعني عارفه تحسي ان كل الظروف مهيئه وجميله. الحظوظ دي ما بتبقاش موجوده كتير، او الفرص دي ما بتبقاش موجوده كتير. هو الفترة اللي فاتت يمكن المسرح ما بقاش بالقوة بتاعت مم. الأول. مم. يعني هي مش مسألة حظ، هو الإنتاج المسرحي أصلا بقى قليل. اه. يعني قليل، يعني كان الأول تلاقي كل المسارح شغالة. ويمكن في حاجة تانية إن إحنا ما عندناش يعني المسرحيات برضو، يمكن السوشيال ميديا ساعدت بقى المسرح جدا دلوقتي. أنا شايفة مم. إن كان الأول مسرح الدولة الإعلانات اللي هي أفيش على خشب على باب المسرح، اه. وحته صغننه كده في في الجورنال الجورنال، علشان صحيح. يتقال ان في مسرحيه. بس ما فيش الدعايه الكافيه اللي تخلي لك جمهور. الجمهور بيجي لما يجي يتفرج، مم. يقولوا لبعض فيقولوا بقى. لبعض فيبتدوا يجوا. مم. لكن دلوقتي اصبح ان في مسرحيات بتتعمل بتنجح والجمهور بيعرفها من على السوشيال ميديا السوشيال ومن على ميديا، الفيسبوك صحيح. وكده. اه. فده يعني انا شايفه ان الفتره اللي فاتت ابتدى شويه يبقى في مسرح. يشتغل مره تاني. بس يمكن ما جاليش لسه دور بالقوه او بالشكل اللي انا عايزاه. مم. يعني دور فيه تعب، يعني مش عايزه دور سهل. انا عايزه اتعب يا انا جماعه. عايزه اتعب يا عايزه جماعه. اتعب ارجوكوا. طيب نرمين بتحب المسرح، تعالوا بقى نشوف النقد الفني بقى عايزه اتعب ارجوكوا. طيب نرمين بتحب المسرح، تعالوا بقى نشوف النقد الفني بقى، بيحبها اكتر في المسرح ولا في التلفزيون؟ نروح نشوف معانا. تميزت الفنانة نرمين زعزع بالوجه المستطيل والعيون العميقة والحواجب الكثيفة والبشرة البيضاء، وطبعا هذه الملامح الجميلة الرقيقة الدقيقة بتعبر عن شخصية أنثوية مميزة جدا. وفي الحقيقة استطاعت نرمين زعزع إنها تستغل ملامحها الرقيقة وسماتها الدقيقة في إنها تعبر عن انفعالات شخصية المرأة وتوصل مشاعر هذه الشخصية للمشاهدين. نرمين زعزع بتمتلك وجه مضيء قادر على ان هو يعكس الانفعالات بشكل صافي وجميل. قدرت نرمين زعزع من خلال استغلال ملامحها الشخصية في انها تختار الادوار اللي بتناسب هذه الملامح. وفي الحقيقة هي بتعتمد على طريقة في التمثيل، طريقة السهل الممتنع القادر على معايشة الشخصية وأدائها بشكل عفوي وتلقائي على الشاشة وقدام الكاميرا. وفي نفس الوقت قدرت إنها تهتم بكل تفاصيل الشخصية بدون ما تتجاهل أي تفصيلة أو أي شيء يتعلق بالمضمون أو البعد النفسي أو حتى الملامح الخارجية والشكلية لهذه الشخصية. طريقة نرمين زعزع في التمثيل أهلتها إنها تنطلق من الأدوار البسيطة لتثبت نفسها في الأدوار الأكثر حضورا وعمقا على الشاشة. نرمين زعزع من الفنانات الواعدات اللي قدروا إن هم يحجزوا لنفسهم مكان قدام الكاميرا ويحققوا نجاح ملحوظ ويصبح اسمها اسم يرتبط به الجمهور ويتابعوا في العديد من الأعمال الدرامية اللي قدمتها. لازم تكوني بسوسه، حبك ليه باين في وشك على طول. اضحك له على طول يعني؟ نو مش على طول، على طول واخده. لازم اهتمي بنفسك، مش تنسي انك وومن. شكلك يكون جميل، حطي برفيوم. كتير من الأعمال اللي انت قدمتيها تعتبر بصمات في الدراما التلفزيونية. يعني مثلا قاسم أمين، مشرفة رجل يعني من هذا الزمان، رجل الأقدار، الليل وآخره. بصي أعمال يعني ما ينفعش ان احنا نعدي عليها في الدراما التلفزيونية. وبعد كده نيجي نشوف أعمال تانية ناس ممكن تصنفها ان هي أعمال خفيفة رغم ان هي نجحت نجاح كبير، زي مثلا هبة رجل الغراب.
بتوازني ازاي بقى في اختياراتك؟ يعني ان انا عملت بطولات وعملت اعمال بتعتبر من الاعمال كلاسيكيات او الاعمال اللي هي محفوره في ذاكره الدراما المصريه، وبعد كده بعمل اعمال تانية مع جيل تاني بقى من الشباب وحلوه. هو الورق هو اللي بيشد، يعني الورق هو اللي بيشدني سواء هنا او هنا في اي وقت. فطالما الورق حلو، هو ما ينفعش الممثل بيعرف يعمل، يعني المفروض الممثل طبعا في ممثلين كوميدي بس، او يعني بتقتنع بيهم اكتر في الكوميدي. بس انا شايفه انه مثلا في هبه رجل الغراب شخصيه رجاء بتعمل الكوميدي من حته من تانية. المأساة. من المأساة ومن عصبيتها ومن، يعني في كوميديا في المواقف بتاعتها نفسها. فالورق هو اللي بيشد الممثل. يعني انا شخصيا اللي بيشدني الورق، سواء كوميدي بقى، سواء تراجيدي، سواء ايا كان هو بيتصنف ايه، سواء يعني سيت كوم او مسلسل 30 حلقه، مش هتفرق معايا على قد ما هيفرق معايا انه الدور حلو والورق مكتوب بشكل كويس. ويمكن انا يمكن اعتبر محظوظه ان دايما الادوار اللي بعملها بتبقى مكتوبه بشكل يعني بشكل حلو. مظبوط، يعني بشكل في تفاصيل بتساعدني ان انا اعمل الشخصيه صح. يعني مش كل الاعتماد على الممثل. يعني في شخصيات ممكن تجي لك الورق تبقى انت محتاره، طب هي دي كده ولا كده ولا هي عامله ازاي. بس يعني الحمد لله في الادوار اللي بتجيلي غالبا بتبقى الشخصيه ملامحها باينه، يعني عندها هيستوري باين في الاحداث، حتى اللي مش باين للمشاهد بيتحكي في مشاهد، فبيخليني عندي المقدره ان انا اقدر ارسم الشخصيه بشكل اخليها يعني من لحم ودم، بحيث ان لما المشاهد يشوفها يقتنع. يعني كتير ناس انا بمثلهم في شخصيه رجاء. يعني كتير دلوقتي في مطلقات وعندهم طبعا. مشاكل مع ازواجهم السابقين. يعني ازواجهم السابقين، ودي فعلا شخصيه موجوده. يمكن من ضمن نجاح المسلسل ككل بتاع هبه رجل الغراب ان اغلب الشخصيات الموجوده، يعني مش هقول كلها، نسبه مش كلها كبيره فيها، بس في نسبه منها حقيقيه. نسبه كبيره فيها موجوده في كل بيت. اه يعني شخصيه هبه نفسها موجوده في بيوت كتيره جدا. البنت اللي مش مهتمه بنفسها، واللي ما عندهاش قدر كبير من الجمال، واللي شاطره جدا في شغلها ومتميزه في دراستها، بس الشكل الخارجي هو اللي الناس بتحكم بيه، للأسف. فبالتالي بتتظلم. في حين ان ممكن تبقى واحده ما عندهاش ربع امكانياتها وبس بتتاخد علشان شكل. فالمظهر شيء مهم، مش شيء مهم، بيتحكم بيه جدا في مجتمعنا. ان ناس كتيره جدا بسبب مظهرها يا بتبقى في حته ما تستحقهاش، يا صحيح. بتبقى في حته تستحق اقل اعلى منها. بكتير من اللي تستحقه. تستحق. وبرده شله الضايعين، هتلاقي في واحده نفسها تتجوز، في واحده مطلقه وعندها مشكله، في واحده تخينه وعايزه تخس. يعني ده اللي خلى الناس كلها في كل بيت، مش حتى لو مش في كل بيت، انت ممكن يبقى عندك واحده صاحبتك شبه واحده في المسلسل. صحيح. فده اللي عمل كونتاكت مع الناس جامد جدا. طيب انا كان بيعجبني قوي المشاهد اللي انتوا بتقضوها في الحمام. يعني آه. الحمام البنات دايما عارفه كلنا نقوم كده وندخل نقول كل اللي عايزينه ونرجع تاني، او نبعت لبعض رسائل يعني واحنا قاعدين، يعني بس الحمام بيبقى ايه، يعني طبعاً. عارفه محدش شايفنا. طبعا. مين من اصحابك يعني في الوسط الفني او بره الوسط الفني انت عايشه معاه نفس الحاله اللي كنت عايشاها مع اصحابك جوه هبه رجل الغراب؟ يعني عايزه اقول لك، يعني انا كده مع كل اصحابي، سواء من جوه الوسط الفني او خارج الوسط الفني. بس احنا يعني ما عندناش شغل لان انا مش في الشركه، لان انتوا تبقوا شله مترابطه. لا انا مش بتكلم ان يعني مشاكل الشغل الصغيره أيوة. دي، بس اقصد اللي هو الترابط ده. لا انا قصدي ما عندناش، نمسك موضوع شويه كده وننم عليه نجيب اخره. لا ده موجود طبعا. احنا خلي بالك الواتساب دلوقتي بقى فيه جروب، طبعا انت 100 كل جروب. في 100 جروب وكل جروب ليه المشاكل بتاعته. فده اصبح دلوقتي اسهل، يعني بقى الواتساب بيحل محل الحمام بتاع شركه ايكو موضه. وعايزه اقول لك المشاهد دي زي ما انت بتحبيها احنا كنا بنحبها جدا. بس المكان بقى اقول لك يعني حته من كواليس التصوير. الحمام مساحته صغيره فعلا، مساحته يعني كديكور صغير، كديكور مساحته صغيره. اوكي. انت كاميرات طيب والحركه. هي المرايه في مرات كان يعني ديكور بيتشال، ممكن واحده من المرايات عشان الكاميرا تتحط، حاجات كده، حاجات تكنيكيه يعني. فالمكان صغير، فانت عشان تحطي العدد ده كله في المكان ده كاخراجيا الموضوع صعب جدا. طبعا. اوكي. وعشان تسيطري على عدد البنات ده، انتوا كتير احنا كتير واحنا عايشين مع بعض سنين. فاحنا في بينا حواديت اوريدي، يعني اساسا الحواديت موجوده مش بتاعه المسلسل، حواديتنا الشخصيه كلها موجوده. فيا حرام اي مخرج كان بيشتغل معانا
يعني يمكن الجزء الاخراني كان استاذ رامي رزق الله، وكان معانا برضو في الاجزاء الاولانيه هو واستاذ ياسر زايد واستاذه ماريا بدير، كانوا بيشدوا في شعرهم. عايزه اقول لك ان بس لان انت لو قلتي، لو حد بس قال كلمه، لا لو حد قال كلمه بس وهم بيظبطوا خلاص انت في ديستورشن حاصله، لان انت في حته قد كده. فانت واحنا رغايين، انت عايزه تقولي الجمله قبل ما ترجعوا التصوير لا انت تاني. عايزه تقولي واللي جنبك عايزه تسمع انت قلتي ايه فاحنا كنا فعلا بنجننهم. يعني رامي كان يقول لك انا بحب مشاهد الحمام دي قوي، يعني هو طبعا بيكرهها بس كانت هي في الاخر تطلع حلوه، طلع حلو قوي على فكان الشاشة. بينسى بقى اللي احنا كنا بنعمله فيه الصراحه. بعد ما المشهد يطلع حلو كان بيتبسط الحمد مين لله. اكتر ناس اصحابك في الوسط الفني؟ آه، من البنات، اصلهم ساعات يقعدوا يقولوا يعني عدوك ابن كارك، يعني لا عايزه اقول لك حاجه بس بقى. انا بشوف لك صور مع ناس عارفه معينين، بس هسيبك انت اللي لا تقوليهم. عايزه اقول ما لك شاء ان الله انا بقالكم فتره يعني. يعني عايزه اقول لك ان انا لا يعني اللي بره الشغل يمكن مي كساب صاحبتي جدا، بقى لنا سنين، يمكن انا اشتغلت معاها مسلسل واحد في ومن بدايه، ساعتها وانتوا صحاب. ومن ساعتها احنا صحاب بقى لنا فتره كبيره جدا. وعايزه اقول لك ان انا يعني انا ما فيش عمل انا بخرج منه غير، مش شرط اصدقاء اللي احنا بنتكلم كل يوم يعني لا انا اقصد اصحابك القوي يعني. القوي. اه القوي مي صاحبتي مي. جدا. سامية عاطف من هبرج الغراب. نورهان صاحبتي من ايام قاسم امين. يعني احنا كنا مع بعض لان انتوا عملتوا مع لأن بعض قاسم احنا امين. كنا مع بعض في قاسم امين صحيح. يعني. في قاسم امين ورجعنا اشتغلنا تاني مع بعض في هبرج الغراب. جميله نورهان. جدا طبعا. يعني عايزه اقول لك ان كل تقريبا اللي بشتغل معاهم يعني سواء اصحابي يعني ايمي، ناهد، هبه عبد العزيز، ريهام، كلهم يعني كل اللي انا بشتغل معاهم الحمد لله، حتى لو احنا مش مش اللي كل يوم بنتكلم. بس ما فيش مثلا حد ممكن فينا يبقى عنده مناسبه ما يكلمش التاني يعزمه، ما نبقاش موجودين مع بعض، ما نبقاش يعني، لا يعني الموضوع يعني الحمد لله. انا مش بحب اعمل مشاكل، او انا مش بتاعت مشاكل، ما عنديش مشكله مع اي حد، ما عنديش نفسنا، ما عنديش. ويمكن كان حظي حلو ان، او من ضمن برضو عوامل نجاح هبه رجل الغراب، انا شايفه انه شوفي كم البنات قد ايه. كتير قوي. بس ما كانش في حد عنده بقى ايه اللي تسمعي بقى في لطيفة. الكواليس ده في نفسنا، ومين بتنفسن على مين، ومين بتعمل مشاكل مع مين، ومين بيتخانقوا. احنا الحمد لله بكم البنات ده اللي هو مش لوجيك انك تبقي في كم البنات ده في مسلسل وما تحصلش مشاكل كل يوم. نجح. عشان في بنات الحمد كتير. لله. ده حقيقي، عشان كده نجح. البنات دايما وشها حلو. الحمد لله. خلينا نشوف دلوقتي مع مشاهدينا، مش هنشوف بقى هبه رجل الغراب، لا هنشوف عمل تاني من الاعمال المهمه جدا لنرمين، وهو دورها في ادهم الشرقاوي. ونشوف لك بقى ماستر سين ونرجع مره تانيه مع حضراتكم. في عام 2008 شاركت الفنانة نرمين زعزع في بطولة مسلسل أدهم الشرقاوي، وجسدت شخصية صوفيا السيدة الأجنبية. والمسلسل كتب حلقاته المؤلف محمد الغيطي عن السيرة الذاتية للبطل الشعبي المصري أدهم الشرقاوي. المسلسل من إخراج باسل الخطيب. نرمين زعزع أن تنجح في تقديم شخصية صوفيا الأجنبية لملامحها وثقافتها، ولكن بحرفية تمثيلية في نفس الوقت. ويعتبر المشهد السابق واحدا من أصعب المشاهد لاعتمادها على تعبير الوجه والعينين فقط. احيانا لما بنشوف مشاهد فيها كلام وفيها نيرف بنتصور ان هي الاصعب، لكن الاصعب ان انا دلوقتي طول ما انا بتفرج انا باصه على ملامح وشك اللي بتترجم كل الكلام اللي هو بيقوله. ده بيبقى صعب. ده بيبقى اصعب لان الكلام بيساعدك انك تعبري. لكن لما يبقى بس الموضوع معتمد بس على الملامح بس، او على الوش بس. انت وشك بيترجم الكلام اللي هو بيقوله بالظبط. وعايزه اقول لك ان فعلا زي ما اتقال في التعليق على انا قلبي بيدق على فكره
زي ما اتقال في التعليق على المشهد انه فعلا من اصعب المشاهد، لان انا يعني كان قلبي بيدق فعلا. انا فعلا كنت مرعوبه يعني بجد. فالمشهد اللي ما فيهوش كلام او الرياكشن، ممكن يبقى حد ممثل وانت بس عليكي رياكشن، ده صعب جدا، لان انت ما فيش حاجه بتساعدك. انت ممكن تون الصوت يساعدك، ممكن حركة ايدك مثلا. يعني ممكن الكلام، ممكن تلوني في الكلام بطريقه معينه بحيث تقدري توصلي اللي انت عايزاه، تلوني الجمله اولها بطريقه واخرها بطريقه، وتطلعي وتنزلي في الاداء. لكن لما يبقى مفيش كلام خالص وانت بس معتمده على انك بس وشك بس، ده مش سهل خالص يعني. لا، ده وعجبني صعب. كمان اللقطه اللي هي عينك وعينه بس، دي حلوه طبعا قوي. طبعا. لا المشهد كان حلو الصراحه. لا والإخراج المشهد كان كمان هايل. حلو. في يعني بصي انت في لحظات ان انت عبرتي فيها عن انزعاجك من قربه، انت بس مش قرفانه وخايفه من بالظبط. الكلام اللي هو بيقوله، لا انت كمان انزعاجك من القرب الزياده ليه، اللي هو يعني بالظبط. اكن جسمك اشعر يعني. هو ده حقيقي. ده حقيقي. لا كان مشهد صعب فعلا. وفي كذا مشهد في المسلسل ده من نفس النوعيه دي. لا كانوا صعبين جدا يعني. كانوا فعلا بخلص بحس ان انا قلبي بيدق جامد جدا. ومشاهد كتيره كلها طول المشهد مفيش رياكشن، بس هو الطبيعي ان انا وانا مركزه في المشهد فانا طول الوقت بعيط. يعني استاذ باسل في مشهد من المشاهد كان المفروض ان انا في حد معايا بيقول كلام وانا بس رياكشن، فكل شويه يغلط فيعيد فبتاع. خلاص بقى. ففي الاخر هو وانا بصي انا عندي مشكله، انا ما بعرفش ولا احط بقى قطره ولا جليسرين ولا الحاجات اللي بتخليكي تعرفي تعيطي. ايه ده فعلا؟ خالص. دموع مستحيل طبيعي؟ دموع طبيعي يعني. لازم ابقى حاسه قوي بالمشهد علشان اعرف اعبر عنه واعيط. ايوه بس في القعده صعب. ما بعرفش. ما هو عشان كده استاذ باسل ساعتها قال لهم بصي انا هاخد الكلام هيتقال من بره، انا هاخد المشهد كله على نرمين برياكشنز بس عليها، واعاده تاني وبعد كده الاعاده التانيه على الشخص التاني او الشخصه التانيه بالكلام براحتك بقى. عيدي واغلطي واعملي اللي انت عايزاه ونعمل ستوب براحتنا، لان انا مش هقدر اخليها في نفس الاحساس ده طول الوقت. مش ممكن هقعد نعيد. صعب حرام. صعب طبعا. يعني عايزه اقول لك ان انا مثلا في مسرحيه البؤساء في مشهد الموت بتاع الام، انا كنت كل يوم على المسرح بعيط. انا بقى هجيب قطره منين بقى وانا على المسرح؟ قولي لي، ولا جليسرين ولا بتاع. انا كده يعني انا بموت على خشبه المسرح المفروض في مشهد الموت، وليا مونولوج في الاخر وانا بموت، والجمهور انا كده والجمهور هنا ما فيهاش هزار. وما ينفعش الشخصيه ما تعيطش. ايوه بس الجمهور يعني في المسرح هيشوف الدموع، ما انت ممكن تعملي نفسك بتعيطي. لا 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 اللي في اول طبعا هيشوف الدموع على فكره. وناس كتيره جدا كان من ضمن الكومنتس بتاعتها ان بعد العرض انت وفي ناس جت العرض كذا مره، هم كل مره بتعيط ولا لا على فكره؟ كل مره بتعيطي. هو انت كل مره بتعيطي ازاي؟ او فانا عندي يعني انا عندي الحته دي. انا ما بعرفش ابقى ارتفيشال يعني. ما بعرفش ابقى متصنعه ان انا حاسه بالموقف. بتحسي انا حاسه ان انا موجوعه في اللحظه دي، او ان انا حاسه بجد زي في المشهد ده، فانا أيوة دموعي تنزل لوحدها. ايوه بس دي حاجه مرهقه جدا، عارفه، لجهازك العصبي، ان انت تعيشي اللحظه وتحسي ان في واحد كده هيعتدي على خصوصيتك او اللي بتموت على خشبه المسرح. الموضوع مرهق جدا. هو مرهق بالنسبه للممثل يعني. هو طبعا مرهق عصبيا جدا. يعني عايزه اقول لك في مره من المرات انا في مشهد من المشاهد انا المشهد خلص انا مش عارفه ابطل عياط بجد. في نفس مسلسل ادهم الشرقاوي يعني انا مش متذكره، بس انا متذكره الواقعه ان انا فعلا المشهد خلص وانا مش عارفه ابطل عياط. دخلتي بقى في المود. دخلت في مود بقى النكد بقى، فاهمه ازاي؟ اللي هو عياط بقى ويطبطبوا عليا وهاتوا لها عصير وهاتوا لها ميه وهاتوا لها بتاع. يعني فعلا ما اعرفش هو ده صح ولا غلط، بس انا كده ما بعرفش يعني. بيتهيألي في مدرستين في التمثيل، اللي هو بيتقمص قوي يعيش الحاله زيك، ومدرسه تانية اللي هو صنايعي اكتر، يعني عارفه اللي هو انا بمثل فهفصل. هو ده مطلوب في حالات يعني. بس انا يمكن انا ما اتعلمتش ابقى كده. يمكن انا بصدق قوي يعني، بقتنع قوي. عشان كده انا بحب الشخصيات اللي بعملها قوي، لان انا ببقى عايشه معاها جدا. يعني انا بحب رجاء قوي وبحب فبتعيشي معاهم. بعيش معاهم. ببقى حاسه ان انا يعني اللي هو حطي نفسك مكان الشخصيه. انت لو انت فعلا في الموقف ده هتبقي عامله ازاي؟ يعني انا فعلا لو انا رجاء ودي فعلا ظروف حياتي ودي فعلا كده يعني رجوه مثلا اللي المفروض كانت متجوزه جوزي. رجوه في الحياه صاحبتي جدا، احنا اصدقاء جدا. الناس لما تشوف صورنا مع بعض ولا تشوفنا مع بعض في حته، هو انتوا ازاي اصحاب؟
يا جماعه لا احنا في الحياه صحاب، الحاجة بس في المسلسل حاجه تانية. فانا كده انا من النوع اللي بتعلق قوي بالشخصيات، يعني بحبها. ويمكن ايوه، ما هو يعني ده اللي انت بتقولي لما شفتي واحده بتمثل مسرحيه انت كنتي بتقدميها قعدتي تعيطي. والله دي بجد. مسرحيتي. والله بجد دي ده دوري ده انا. فادهم الشرقاوي كانت اول مره تشتغلي مع مخرج مش مصري؟ كانت اول مره. التجربه شكلها ايه؟ وتكنيك الاخراج مختلف عن المصريين؟ مود التصوير، اللوكيشن؟ بصي يمكن في ادهم الشرقاوي وفي الملك فاروق الاثنين الملك كانوا فاروق كمان برضو. الملك فاروق محمد كمان. عزيزيه تقريبا صح ولا مين؟ لا مش محمد قادرة عزيزيه، أفتكر. كان حاتم علي. حاتم علي. يمكن في المرتين استمتعت جدا، لان يعني شفت برضو تكنيك اخراج بقى مختلف. انت عارفه انا بحب اخد واجمع وبتاع، عندي عشان كده عندي شنطه كبيره كده بحط فيها كل اللي انا بجمعه عشان استفيد منه بعد كده. فدي يمكن مدرسه اخراجيه مختلفه، مش مصريين، بعيدا بقى عن ان هم جيل يعني احنا كنا بنتكلم على الاول جيل دلوقتي اللي كانوا شباب السينما بقوا بيخرجوا في الفيديو. صحيح. او الجيل اللي قبل كده استاذه انعام وكل المخرجين العظام بتوعنا. لا هنا بقى تكنيك مختلف ومدرسه مختلفه، بس انا يعني سعدت جدا بالعمل معاهم. وفي يعني في عندهم في سرعه وفي انهم يعني استاذ حاتم مثلا في مسلسل ادهم في مسلسل الملك فاروق ممكن انا ابقى خلصت المشهد انا حاسه انه مثلا هيقول هنعيد تاني، لا هو خلاص اللي بعده انا حتى ما بروحش اشوف في المونيتور هو وصل، هو حاطط هدف معين او حاطط يعني كونكلوجن معين من المشهد واداء معين. طب وصل له خلاص طب الموضوع انتهى. انت ليه كنتي بتحسي ان انت هتعيدي تاني؟ انت كنتي بتبقي عايزه تجودي اكتر؟ لان انا كان ولا انت عندي اتعودت ان في اوقات في مخرجين كده من مدرستهم ان طب نجرب مره كمان، ممكن نرمين تجيب احسن، ممكن ممثل فلان يجيب احسن. ممكن يبقى هو ما وصلش اللي هو عايزه كده. فانا كنت في الاول بتفاجئ ان خلاص المشهد خلص. أيوة بس ده هو أريح. احنا اللي بعده كده هو اريح. وهو لما انا اتفرجت يعني الحمد لله انا كنت قلقانه لان انت ما بتلحقيش تروحي على المونيتور وتتفرجي. فهو لا هو انا اكتشفت ان هو عنده عين ثاقبه، هو وصل اللي هو عايزه من نرمين او من المشهد. وهو شايف ان الاداء في اللحظه دي رغم ان انا يعني انا ساعات مرات لما كنا في مسلسلات باجي اعيد فيها ببقى حاسه لا ان انا المره الاولانيه ببقى مركزه قوي. أيوة. ومطلعه كل اللي عندي. فببقى نفسي انه يتاخد الاولاني. بصي الاحساس في البدايات زي ما بيقولوا اللي هو الانطباعات الاولى تدوم فعلا، لان انت بتكوني حاسه الاحساس اكتر، الا لو الواحد مثلا غلط في كلام بقى في حاجه يضطر ان هو يعني بالظبط. بس ساعات مثلا لو انا نسيت كلمه او بتاع تلاقيني ليه انا نسيت لا كان هيطلع حلو قوي. يعني كان نفسي هو ده اللي يتاخد. فانا كنت مبسوطه قوي بالمدرسه دي لاني خلاص انا اللي هو اول ظبط معايا ان انا لان انا زي ما انا بقول لك بتقمص قوي الحدوته او ببقى حابه الشخصيه وعايشه معاها قوي. فيمكن اول مشهد بيبقى اول لقطه بتبقى هي اللي مطلعه كل اللي جوايا. ممكن بعد كده ابتدي اجود بقى طب هنا كذا طب هنا كذا. ممكن في ملحوظه للمخرج تساعدني اكتر. أكيد. بس ده ما كانش مضايقني يعني. برضو المدرسه السوريه في الاخراج كنت مبسوطه قوي بالشغل سواء مع استاذ حاتم او يعني في كل الاعمال اللي انا اشتغلتها مع حد مش مصري يعني. اكيد. بصي الملك فاروق كان حاله بصراحه وحقق نجاح كبير جدا. خلينا نفتكره ونشوف مشهد من الملك فاروق ونرجع معاكم مره ثانيه. الفنانة نرمين زعزع صاحبة موهبة فنية كبيرة وقدرة على تجسيد الشخصيات الصعبة والمركبة، تمتع المشاهدين بأدوار مختلفة ومتنوعة. من أهم العلامات الفنية في مشوارها شخصية المربية الإنجليزية ميس تايلور مربية الملك فاروق التي قدمتها ضمن أحداث المسلسل التاريخي الملك فاروق. ممنوع دخول موظفين هنا، أنا نبهت أكتر من مرة، إذا تكرر هذا مرة أخرى هقول جلالة ملك. هم اللي دخلوا لوحدهم، أنا قلت لهم لا برضه دخلوا. مش تكذب. مش بكذب. مش تكذب وإلا عقاب هيزيد، مفهوم؟ الذي تناول السيرة الذاتية لآخر ملوك مصر الذين حكموها وانتهى حكمه بقيام ثورة يوليو. ضم هذا العمل مجموعة كبيرة من كبار النجوم
تألقوا جميعا في أداء أدوارهم، لكن الفنانة نرمين زعزع تألقت بشكل خاص في أداء شخصية مربية الملك فاروق. تميزت شخصية ميس تايلور مربية الملك فاروق التي قدمتها الفنانة نرمين زعزع ضمن أحداث مسلسل الملك فاروق بأدائها الرائع للشخصية الجامدة الصارمة التي تقوم برعاية الملك الصغير. عايزة اقعد مع ماما. ليه قلقت بالطو كوفيه؟ ماما قالت لي. وانا قلت نو. انا حرام مش عايز بالطو. لازم تسمع كلامي. انا سمعت كلام ماما. نو، تسمع كلامي انا. You understand؟ التزمت الفنانة نرمين زعزع بتعليمات مخرج العمل حاتم علي، وأخذت وقتا طويلا في التحضير حتى قدمت لنا شخصية المربية الإنجليزية بشكل متميز، لتصبح هذه الشخصية في أحداث مسلسل الملك فاروق إحدى أهم العلامات الفارقة والمضيئة في مشوارها الفني. تشوفي فعلا الملك فاروق علامة من العلامات في مشوارك الفني؟ ده حقيقي، لانه هو بالدور ما كانش كبير قوي، كان في يمكن في اول 5 الحلقات حلقات اللي الأولى هو وهو لسه طفل. صغير. بالظبط. بس عايزه اقول لك الدور ده لانه كان اول مره اعمل دور شخصيه تاف كده قوي. وغلسه. عسكري ماشي. عسكري فعلا. فاول مره كنت اعمل دور زي كده، فيمكن الناس ركزت ان انا لا، ده نرمين عملت حاجه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليها. يعني يعني قاسم امين كنت الشخصيه فرنسويه، بس الهاديه اللطيفه الناعمه كده اللي بتحب حد مصري وبتسيب بلدها وتيجي تعيش معاه في مصر. يعني كل الشخصيات اللي كنت بعملها ما كانش فيها القسوه دي. دي شخصيه كانت قاسيه قوي. فالناس يمكن كنت في السنه دي كنت عامله مسلسل تاني معاه، بس كانت كل الناس بتعلق على ده رغم ان دور صغير جدا. بس انا اللي عجبني فيه انه حاجه مختلفه، وانه حاجه تبينني كممثله ان انا مش شرط ابقى البنت اللطيفه اللي الناس حباها في الاحداث. لا، ممكن تبقى شخصيه يعني قويه وتاف، بس اعرف اعمله. هي ليها ماشيه معينه، هي بتمشي بطريقه يعني مشيتها مشيه العسكري فظيعه. ايوه. وليها حتى طريقه اللبس كلها، الفساتين المقفله اللي عامله ازاي، التسريحات كلها لازم الشعر ملموم. يمكن استاذ حاتم برضو من المخرجين اللي بيركزوا قوي في التفاصيل، انه دي لازم يبقى كل الشكل مبدئيا قبل الاداء كله مظبوط، في اللبس، في التسريحه، في الميك اب، في المشيه، في كل هو حاجه. اللي قالك عليها ولا انت اللي شفتي ان هي لازم تمشي بالشكل ده؟ لا، هو يعني انا ساعتها عملت ده، وهو طبعا يعني الحمد لله اتبسط من ده جدا وقال لي انه تمام، ان هي لان اصل انت لما تقري الشخصيه، هو الشخصيه اللي طول الوقت هي كده، هي كده، بس هي من جواها هي مش عايزه تبين، هي من جواها يعني في مشاهد بتبين ان هي من جواها هي بتخاف هي مش عايزه ده، بس هي عايزاه، هي بتحبه، هي عايزاه يبقى متربي صح قوي، وعايزاه يبقى بيعمل كل التقاليد الملكيه صح جدا، فعايزاه يبقى كل حاجه مظبوطه، بس بتعمل ده بالطريقه الانجليزيه لان هي انجليزيه. فهي الانجليز عندهم شويه هم تاف شويه، فالحمد لله ان انا عرفت برضه اوصل ده، ان الناس تقتنع بيه، ان انا عرفت اعمل ده. انت بتقولي ان انت بتعيشي قوي مع الشخصيات اللي انت بتقدميها، اكيد لما انا اقدم شخصيه وعشت معاها قوي هاخد منها شويه، ده اكيد. يعني انت لو قعدتي مع واحده صاحبتك بتحبيها شويه ممكن تاخدي لازمه من كلامها، حركه هي بتعملها، فما بالك بقى بشخصيه انت بتعيشي معاها شهور، خدتي منهم ايه؟ وايه اكتر حاجه انت خدتي، يعني شخصيه انت خدتي منها كتير؟ هقول لك حاجه، ممكن رجاء. بجد؟ هقول لك يعني رجاء لما بتقعد العصبيه دي يعني ساعات كده تلاقيني طلعت مني حته رجاء، يعني حته كده، يعني هو انا مش رجاء، يعني انا في الحياه مش رجاء، بس في حته، يعني حتى لو هعملها بهزار، بس انا لما بتفرج عليا وانا بعمل كده بحس انها يعني بحبها. رجاء لما بتفرج على المسلسل واشوف رجاء وهي طول الوقت يعني كده، بحس ان انا حتى لما ممكن وانا بهزر مع حد فاعمل كده، بحس انها يعني خدتها استلفتها من رجاء شويه دول. قبل هبه رجل غراب ما كنتيش كده؟ كده ايه، ان انا اعمل الحركه اللي كده. لا، هو انا باخدها كحته انا اللي عاملاها، فانا بقتبسها،
يعني بقتبسها من بقتبسها رجاء. مني برضو. بالظبط، ايوه مني، يعني باخد مني احط عندي شويه يعني. وايه اكتر شخصيه شبهك بقى، شبهك في الحياه؟ شبهي في الحياه لا، لا ما فيش ولا شخصيه واحدة؟ انا بالظبط، لا بجد؟ لا. ما فيش شخصيه انا، يعني انا نرمين يعني انا اما قريتها كده حسيت ان هي دي نرمين، لا مفيش. مفيش. ممكن يبقى ممكن في شخصيات تحسي انها فيها حته منك، اكيد. يعني ان انت مثلا حساسه، دموعها قريبه. انا ممكن اي ابسط حاجه ممكن تلاقيني عيطت، يعني هي دي مش دي برضو من الحاجات اللي انا مش ما بعرفش قوي اعمل عليها كنترول، يعني ممكن اي موقف ياثر فيا، اي حاجه اشوفها دموعك كده قريبة، دموعي قريبه جدا، يعني المفروض ابقى اقوى برضو شويه. انا بدي لنفسي التعليمات وانا قاعده معاكي على فكره. بس يعني متهيألي بعد ايه، يعني متهيألي الواحد خلاص يعني متهيألي صح. يعني اللي بتكبري وبتتعودي عليه أيوة. خلاص، وبعدين لما تيجي تغيريه تحسي بقى بالعكس ان انت مش انت يعني. لا ما تحسي ان انت مفتعله. ما هو انا بقول ده، بس ما اعتقدش يعني. انا مبسوطه يعني انا مبسوطه بكل تفاصيلي الحمد لله، مش ما عنديش حاجه يعني حتى لو دموعي قريبه تمام. انا شايفه ان البني ادم لازم يبقى عنده شويه احساس حتى لو هو زياده شويه. ما بعدين يعني عادي البنات والستات يعيطوا، ما بيعيطوا. ده شيء لطيف جدا بالنسبه لنا. يعني ده اوبشن عندنا مش موجود عند بالظبط، الرجاله، ده يعني عارفه حقيقي. لو راجل عيط الناس تبدا تبص له كده لا بس انا شايفه ان حتى لو راجل عيط في موقف مؤثر او في حاجه معينه او هو اتاثر قوي، على فكره هو في الاخر بني ادم. يعني انا مش فاهمه ليه الناس تقول ان الراجل يعيط، لا ده ايه ده صعب قوي راجل يعيط. مالناش دعوه، لا. يستاهلوا، مش هم اللي بيقولوا عن نفسهم كده، احنا بالظبط. لا انا شايفه ان الراجل ما هم هو حرين. بني ادم في الاخر، لازم عنده احساس، يعني عنده انسانيه. انا عايزه اقول لك الرجاله نفسها هي اللي بتتريق على بعض، يعني انا بيتهيألي كمان لما ست او بنت بتشوف راجل بيعيط بالعكس تعجب بيه اكتر، وتحس ان هو مشاعره يعني كده رقيقه زي سمير سعيد ما بتقول. ايوه. لكن الرجاله نفسهم بقى يتريقوا على بعض، ايه ده يا نونو انت بتعيط مش عارفه ايه. لا انا مش شايفه، والله يقعدوا يتريقوا عليه، فهم نفسهم اللي بيتريقوا على بعض، يعني خلاص مش هم حرين الستات مع بعض بقى. يعني انا عشان شايفه كده بقول لك هم انه حرين، ده إحنا مش مالناش عيب، دعوة. هو في الاخر بني ادم، حصل موقف خلى احساسه اتحرك او خلاه يعني دموعه نزلت، ده في الاخر بني ادم يا جماعه، مش جماد يعني، طبيعي. بتعملي ايه بقى في الفترات اللي انت مش بتشتغلي فيها، لان انت ما كنتيش موجوده في رمضان اللي فات؟ بتتسلي في ايه، بتقري ايه، يعني بتعملي ايه؟ فضول بقى. فضول. ايوه. بصي انا فعلا السنه اللي فاتت ما عملتش حاجه في رمضان اللي فات. بصي يمكن يومي بيبقى مع جوزي في بيتي، ومامتي طبعا ليها جزء مهم جدا في حياتي، ربنا يخليها لي يا رب، ومامتي واخويا وابن اخويا، يعني اسرتي وزوجي. بتقضيها بيت يعني؟ بقضيها بيت، وبرده يعني الجيم شويه بحاول ان انا لان انا من النوع اللي بتخن بسرعه جدا بجد. يعني لو قعدت اسبوع 4-5 ايام اكل عادي، لو انا في الساحل او كده ممكن ارجع الاقيني تخنانه 4-5 كيلو عادي جدا. المشكله مش فيكي، المشكله في الساحل على فكره. مش كده؟ المشكله مش فيا. المشكله في الساحل، كل بيروحوا الساحل بيرجعوا تخنانين. لا لو انا حتى في البيت وقررت ان انا هفطر واتغدى واتعشى عادي مع احمد عادي جدا، مش هاكل انا اكل دايت مثلا مركزه فيه، تلاقيني بتخن بسرعه جدا. فانا لو عندي ميزان في البيت لازم اول ما اصحى الصبح اقف على الميزان فورا يومي. بصي خلاص بقى عندي هسس. ما انت شفتي الدبدوب يا منى؟ مش شفتي الدبدوب؟ يعني عشان ما اوصلش تاني للدبدوب ده لازم ابقى مركزه يومي. الموضوع مش سهل، هي خلاص بقت عاده يعني، فاهمه؟ انت بتصحي من النوم تقفي على الميزان، هو ده خلاص بقيت ده العاده التعود بتاعي. لو لقيتي نفسك تخنانه شويه تعملي ايه؟ لو لقيت نفسي طبعا تخنانه بلحق نفسي بسرعه بطلع، يعني انا ممكن اروح لدكتور دايت جديد، انا رحت تقريبا لدكاتره دايت كتير جدا علشان اقدر اخس. بس برافو عليكي ان انت ما لجأتيش للعمليات، يعني احنا بنشوف دلوقتي 3/4 الناس عامله عمليات، حتى اللي مش فنانين يعني. ده حقيقي. هو بصي عايزه اقول لك حاجه، يعني اللي يبقى اوفر ويت ومحتاج عمليه وما قداموش غير كده لازم يعمل كده، يعني لو هو مضطر وهو شايف انه مش قادر يتعايش مع الوضع اللي هو فيه لازم يعمل كده. بس انا عندي مشكله ان انا بحب الحلويات جدا، يعني مشكلتي مش في الاكل كاكل، انا بحب الشوكليت دي المشكله. ودي عايزه اقول لك بقى، يعني دي حاجه انا عرفتها وقريتها. لا امال ايه؟ دي ما ينفعش معاها عمليات. لان انت معدتك بتصغر، فهتاكلي شوكولاته صغيره قد كده بس الكالوريز سعراتها الحراريه عاليه. بالظبط ما ينفعش. انت في الاخر هتاكلي شوكليت هتدوب، فهتنزل في المعده اللي هي قد كده،
برضه تتخني هتديكي بقى. كالوريز فبرضه مش هتخسي. هي اراده. فهو الحمد لله انا عايزه اقول لك، بس انا ما خسيتش برضه في يوم وليله. انا قعدت سنين لغايه ما قدرت انزل وهو بقى اللي انا بعمله دلوقتي ان انا حياتي اللي ما عنديش بحافظ بروح الجيم. ممكن اكسل شويه في الجيم، بس احمد يشجعني يلا قومي انزلي، يلا انت قاعده ليه، قومي روحي الجيم كده. فهو ده يعني اسرتي بس رمضان الجاي هنشوفك اكيد ان شاء الله. ربنا ان شاء الله ان شاء الله. نرمين انت نورتيني، ودايما يا رب موفقه في كل اللي بتعمليه وبتقدميه، وان شاء الله نشوفك في عمل جديد متميز زي كل اعمالك اللي فاتت. ميرسي يا منى، وسعدت جدا انا كنت معاكي النهارده، وكنت وحشاني على فكره. ميرسي حبيبتي، انت اكتر. ميرسي. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا اتبسطتم معانا النهارده. بكره باذن الله حلقه جديده في مساء الفن، نشوفكم على خير باذن الله. في العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتلفزيون تقرأ فيه محمد صلاح: منتخب مصر أهم من أبويا وأمي. وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان يكشف خطة تطوير الشركات الحكومية المتعثرة. تفاصيل استعدادات مديريات التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد. دبلوماسيون وخبراء أمن يرصدون كواليس تكريم الكونغرس للرئيس السادات. مفاجأة: ابن غير شرعي لترامب يجهض صفقة القرن. واقرأ في الفن: موسم زواج وطلاق الفنانين بسخونة الصيف. نيفان صابر: رفضت ارقص كيكي زي الناس. علي ربيع يقتحم عالم الآثار في رمضان المقبل. وفي ماسبيرو الرياضي: عواد: اعتزال الحضري في مصلحتي. كهرباء: أزمة جديدة في القلعة البيضاء. وفي ماسبيرو سيفتي: البدلة الميري تنقذ نجومية تامر حسني مع أحدث الترددات للقنوات الفضائية. مجلة الإذاعة والتلفزيون: رئيس مجلس الإدارة حسين زين. رئيس التحرير خالد حنفي. تشكر يا حسنين افندي. واجبكم يا غوايش. السلام عليكم يا حضرة المدير. انت برضه يا عوض. ابراهيم الطاير. انت بتتكلم زي المقاولين يا باشمهندس. الاخر كيف الاخر بالليل؟ من النهارده بنفتحوا صفحه جديده.